في ناس مش بتسيبك ومش بتمسك فيك، كل ما تحاول تقفل الصفحة يرجعوا يفتحوها من جديد، يختفوا فجأة ويرجعوا فجأة، يخلوك تسأل نفسك كل مرة هو لسه مهتم، لسه بيحبك، ولا مجرد بيعدي. ولو دخلت قبل كده في علاقة اون واوف، فانت عارف قد ايه النوع ده من العلاقات ممكن يكون بيستهلك طاقتك، اعصابك، مشاعرك، من غير ما تاخد اي اجابة واضحة. في الفيديو ده هتعرف ليه بعض الناس بتظهر وتختفي، وايه الاخطاء اللي بتخلينا عالقين في الدايرة دي لأطول فترة ممكنة. لو اول مرة بتشوفني، معاكم ايمي داوود، لايف كوتش معتمدة، وبشارك معاكم محتوى عن العلاقات وفهم المشاعر بعد الانفصال وتطوير الوعي العاطفي. لو بتحب النوع ده من المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا ندخل في موضوع النهاردة. علاقات الاون واوف، العلاقة اللي كل شوية تشتغل وتدفع، يقرب منك، يبعد عنك، يرجع يكلمك ويرجع يختفي، يحسسك انك اهم شخص في حياته، وبعدها كأنك ولا حاجة، وترجعوا لبعض تاني، وتتخانقوا وتبعدوا وترجعوا تاني. ومع الوقت بتكتشف انك مش عارف انت مرتبط ولا منفصل ولا مستني ولا بتحاول تنسى. تحس انك في توهة، في دايرة مفتوحة. تعالوا نفهم الموضوع بشكل أعمق. يعني ايه علاقة اون واوف؟ هي علاقة باختصار ما فيهاش استقرار. كل ما الامور تبقى كويسة يحصل انفصال او اختفاء او برود، وبعد فترة يرجع التواصل تاني وكأن مفيش حاجة حصلت، والدايرة تفضل تتكرر شهور او سنين. المشكلة ان النوع ده من العلاقات بيدمن المشاعر، لان العقل البشري بيتعلق اكتر بالحاجة غير المضمونة. زي شخص بيديك اهتمام يوم ويمنعه 10، فتلاقي نفسك مستني الرسالة، مستني المكالمة، مستني الرجوع، وده يخلي التعلق أقوى بكتير من العلاقات الطبيعية أحيانا. ليه الشخص بيظهر ويختفي؟ لعدة أسباب. السبب الأول، هو نفسه مش عارف هو عايز ايه. في ناس بتكون مشاعرها متلخبطة، مش قادرة تسيبك بالكامل، وفي نفس الوقت مش قادرة تلتزم بعلاقة مستقرة. كل ما يحس بالوحدة يرجع، وكل ما يحس بالخوف من الالتزام تلاقيه خد جنب وابتعد. فانت بالنسبة ليه منطقة راحة مؤقتة، مش لانه شخص شرير بالضرورة، لكن لانه مش حاسم قراره. السبب التاني، بيحب الإحساس بوجودك. في فرق بين شخص بيحبك وشخص بيحب إحساس إنك موجود. الشخص الأول بيسعى ويحافظ ويستمر في العلاقة، أما الشخص التاني فمجرد ما بيطمن إنك لسه موجود ومتاح بيبدأ يختفي من تاني، لأنه كان محتاج تأكيد مش أكتر. السبب التالت، بيخاف من القرب العاطفي. في ناس أول ما العلاقة تقرب وتبقى جدية تتوتر، تحس إنها مخنوقة، تحس إنها فقدت حريتها، تحس إنها مسؤولة عن مشاعر شخص تاني، فتلاقيها ابتدت تبعد. وبعدين لما تبعد وتفقد وجودك تشتاق تاني فترجع من تاني. السبب الرابع، انه بيستمتع بالمطاردة. للأسف في ناس بتحب الإحساس ان حد متعلق بيها. كل ما تحس انك بدأت تتجاوز العلاقة فيبتدي يرجع يظهر من تاني، ولما يضمن اهتمامك ووجودك يختفي من تاني، وده من اكتر الانواع المؤذية نفسيا. السبب الخامس، عنده بدايل او خيارات تانية. احيانا الحقيقة بتكون بسيطة ومؤلمة.
الشخص مش مركز معاك انت او على العلاقة بشكل كامل، في بدائل واشخاص تانية في حياته، فكل ما ظروفه تعطل مع الاشخاص دي يرجع يفتح الباب من جديد ويتواصل معاك، ولما اموره تتحسن فيرجع يختفي من تاني. ليه بقى بنفضل مستنيين الشخص ده؟ لاننا غالبا بنتعلق بالنسخة الحلوة منه مش بالواقع، بنتعلق بالايام الجميلة، بالكلام الحلو، بالوعود، باللحظات اللي حسينا فيها بالامان، وبنتجاهل الايام الكتير اللي سببت لنا قلق وتوتر وحيرة. بننسى كل ده لمجرد ان الشخص ده بيرجع لحياتنا تاني، فنفضل نقول بس هو مش وحش، بس كان بيحبني، بس اكيد عنده ظروف، ونبدأ نبرر سلوك بيتكرر بقاله شهور او سنين. طب ايه بقى الاخطاء اللي بنقع فيها في علاقات الاون واوف؟ ودي اهم نقطة في الفيديو، لان المشكلة مش بس في الشخص اللي بيظهر ويختفي، احيانا المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الوضع او مع الشخص ده. فالخطأ الاول تفسير كل رجوع على انه حب. مش كل رجوع معناه حب، في ناس بترجع بسبب الوحدة، وفي ناس بترجع بسبب الملل، في ناس بترجع لانها فقدت البديل، في ناس بترجع لانها اشتاقت فعلا. لكن الرجوع لوحده مش دليل. الدليل الحقيقي هو التغيير. هل السلوك اتغير؟ هل بقى فيه استقرار؟ هل بقى فيه وضوح؟ لو الإجابة لأ، يبقى الرجوع وحده مش كفاية. الخطأ التاني قبول الاعتذار بلا حدود. مرة ضغط، مرة ظروف، مرة مشاكل، مرة محتاج وقت، ومع الوقت تلاقي نفسك مستني سنة كاملة تحت عنوان الظروف. كل إنسان بيمر بظروف، لكن الشخص اللي عايزك فعلا بيحاول يحافظ على وجودك حتى وسط ظروف. الخطأ الثالث مكافأة الاختفاء، ودي غلطة شائعة جدا. الشخص بيختفي شهور ويرجع، فتستقبله بحماس أكبر من الأول وكأن الاختفاء ما حصلش، وهنا انت بشكل غير مباشر بتقوله مفيش مشكلة، اختفي زي ما تحب، فالسلوك بيتكرر. الخطأ الرابع انتظار النسخة القديمة. كتير من الناس بيبقوا مستنيين الشخص يرجع زي زمان، لكن الحقيقة ان الانسان لازم يتحكم عليه بالحاضر مش بالماضي. النسخة اللي كانت موجودة من سنة مش هي المهمة، المهم الشخص اللي قدامك دلوقتي عامل ازاي. الخطأ الخامس التضحية بالكرامة خوفا من الفقد. تبدأ تبعت اكتر، تسأل اكتر، تجري وراه اكتر، كل ده خوفا من انه يضيع منك. لكن للأسف كل ما الانسان بيجري ورا شخص غير مستقر عاطفيا بيتعب اكتر واكتر. الخطأ السادس ربط قيمتك برد فعله. لما يختفي تحس انك مش كفاية، لما يرجع تحس انك بقيت مهم، لما يتجاهل تحس ان فيك عيب. وده خطر جدا، لان قيمة الانسان مش بتتحدد حسب مزاج شخص تاني. امتى تعرف ان العلاقة بقت مؤذية؟ لما تلاقي نفسك بتفكر طول الوقت، مستني رسالة باستمرار، قلقان اكتر ما انت مرتاح، بتعيد نفس الدايرة كل مرة، وعود كتير وافعال قليلة، بتفقد ثقتك بنفسك تدريجيا. ساعتها لازم تسأل نفسك، انا متعلق بالشخص ولا متعلق بالامل؟ لان احيانا اللي بيخلينا نفضل موجودين مش الحب، لكن الامل ان المرة الجاية تكون مختلفة. هل الناس دي ممكن تتغير؟ ممكن، لكن التغيير الحقيقي ليه علامات، مش كلام، مش اعتذارات، مش اشتياق مؤقت. التغيير الحقيقي معناه استقرار، وضوح، افعال مستقرة، تحمل مسؤولية الاخطاء، احترام مشاعرك وحدودك،
غير كده هتفضلوا في نفس الدايرة مش هتخرجوا منها. الخلاصة، الشخص اللي بيظهر ويختفي مش دايما شخص سيء، لكن السلوك نفسه مرهق جدا. والحب الحقيقي مش المفروض يخليك عايش في حالة انتظار دايما. العلاقة الصحيحة مش كاملة ولا مثالية، لكن فيها وضوح، فيها استقرار، فيها إحساس بالأمان. أما لو كل يوم بتسأل نفسك هو رجع ليه؟ اختفى ليه؟ هيكلمني امتى؟ فيمكن السؤال الأهم يكون العلاقة دي فعلا بتضيف لحياتي ولا بتستنزفني؟ لأن أحيانا أصعب قرار مش إنك تسيب شخص، أصعب قرار إنك تبطل تستنى شخص مش قادر يقرر إذا كان عايزك فعلا ولا لأ.